ويا أهلين وسهلين في يوميات شهرزاد وبناتها. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. كيفكم أخواتي وحبايبي؟ إن شاء الله طيبين حالكم وأحوالكم. الليلة إن شاء الله قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا ما تنسوا الاشتراك في القناة وشيروا القناة على قدر ما تقدروا حبيباتي عشان قناتنا تكبر بيكم بإذن الله تعالى. وكومنتاتكم الحلوة وبتسعدني وبتفرحني لما نشوفها. ونصلي على النبي ونبدأ الفيديو بتاعنا إن شاء الله. الليلة هعمل معاكم روتين خفيف وظريف كده، روتين بيتوتي زي ما بقولوا. وهنا أول ما صحينا من النوم قلت خلاص أعمل للبنات فطور خفيف، وكان عندي باقي بتاع مكرونة من أمس خدتها في التلاجة يعني، عملت ليهم الليلة عشاء وقلت خلاص يعني أسخنوا ليهم ونفطر بيهم. وعمل لهم معاهم بطاطس، يعني قالوا عايزين بطاطس دواير كده يعني شكل الشيبسي وكده، قلت لهم خلاص تمام. المهم قطعت البطاطس دواير وضفت له ملح وضفت له بهارات مشكلة وخليته يصفي مويته، وبعد ذاك نزلت عليه في الزيت. والزيت يا جماعة لازم يكون حار شديد عشان البطاطس يجي معاكم مقرمش ويكون لذيذ ويكون حلو شديد. لازم الزيت يكون شنو سخن يعني. وبعد ما هنا عملت البطاطس هنا شفتوا اتحمر معانا كيف وطلع رهيب صراحة. الحمد لله كان ياهو فطرنا، اللهم ادمها نعمة يا رب واحفظها من الزوال يا رب العالمين. وهنا بعديها على طول عملت لهم عصير، برضو عصير بتاع مانجا ياهو مع السخانة دي والصيف ده الزول لازم يعني يشرب عصاير كتيرة، يشرب موية كتيرة كده يعني. المهم عملت لهم عصير مانجا. وبعد ذاك دخلت المطبخ قلت اشوف الحاصل شنو. وكان عندي الكزبرة بتاعتي كانت مخلصة يعني، وكنت عايزة اعمل ياهو الغدا وكده. قلت خلاص اعمل معاكم طريقتي انه انا بعمل الكزبرة كيف. انا اصلا الكزبرة ما قاعدة اسحنها طوالي، بحمصها اول شي في النار عشان التحميصة دي بعدين لما تجي تسحنيها بيكون ريحتها رهيبة. التحميصة دي يعني بتدي فرق للكزبرة، حتى لما تضيفيها بعدين في الأكل وفي كده بيكون ريحتها رهيبة. بعد ما تنضفي الكزبرة بتاعتك تحمصيها كده وشنو تفضل تكون شنو بتحركي فيها عشان ما تتحرق معاكي، وبنار واطية شديد. لما تاخد لون كده دي الذهبي ده بعدك على طول تقفليها، يعني ما تاخد معاكي نار كتيرة عشان ما تتحرق معاك. بعد ذاك خديتها في الصحن ده وتحدي ما تبرد شوية، لأنه أي حاجة لما تسحنيها هي سخنة ما بتسوي معك يعني، يكون فيها مرارة. بعد ذاك خليتها تبرد. بعد ما بردت قمت سحنتها، لكن ما شاء الله تبارك الله ريحتها رهيبة 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 شديد. وكان اليوم داك عايزة أعمل اسم شنو، اللهم صل على سيدنا محمد، كنت عايزة أعمل قراصة بالدمعة. يعني لما عملتها كده في الدمعة والله ريحتها رهيبة. هنا بعد ما خلاص سحنتها يا بنات والحمد لله كبيتها في العلبة. بعد ما بردت كبيتها في العلبة، وهنا دخلت قلت خلاص أعمل. ما كنت مصورة لكم صراحة طريقة الدمعة وكده، ما صورتها، لكن في فيديوهات بتلقوها يعني الدمعة أنا كنت عاملاها أصلا. قلت خلاص مدام ما صورت الدمعة هو أصور لكم أنا برمي في القراصة وكده. الليلة يا حبيباتي حابة أتكلم لكم عن الأخلاق. زمانك حبوباتنا كانوا عندهم كلام بيقولوا لنا الزول ما بعرفه من ماله لكن بيعرفوه من أخلاقه. والله يا جماعة الأخلاق رزق، وما أي زول ربنا بيرزقه بيها. ممكن تلقى زول ما عنده مال كتير لكن بأدبه واحترامه يدخل القلب من غير استئذان. وممكن تلقى زول عنده كل حاجة لكن الناس تنفر منه بسبب سوء أخلاقه. الكلمة الطيبة ما بتنقص منك حاجة، والابتسامة صدقة، والاحترام ما ضعف، والعفوية حاجة حلوة شديد. ودائما العفو عند المقدرة.
الأخلاق الحلوة هي اللي بتخلي الناس تتذكرك بالخير حتى بعد ما تقومي من المجلس. الدنيا ما دايمة، والناس ما حتتذكرك بلبسك ولا بعربيتك، لكن حيتذكروكي هل جرحتيهم، هل جبرت خاطرهم، هل كنت سبب في دمعة زول ولا كنت بسمة لزول، هل كنت لينة في الكلام أو كنت قاسية في التعامل. زمان كانوا بيقولوا لنا الأصل الطيب ما بيخون، والزول الأصيل أخلاقه بتظهر في وقت الزعل وفي وقت الخلاف وفي وقت الشدة، لأنه أي زول بيقدر يكون كويس لما الأمور تكون ماشية، لكن الامتحان الحقيقي لما الدنيا تضيق بيك. عشان كده عودوا أولادكم على الأدب قبل العلم، وعلى الاحترام قبل الكلام، لأنه العلم بدون أخلاق ما بيكمل، والنجاح بدون قيم ما عنده طعم. وخلوا دايما في بالكم إنه ربنا بيحب حسن الخلق، وكل معروف بتعامليه، وكل كلمة طيبة بتقوليها، وكل جبر خاطر بتقدميه برجع ليكي بالخير وبالبركة في صحتك وفي رزقك وفي أولادك. فاللهم ارزقنا حسن الخلق، وطهر قلوبنا من الحسد ومن الكبر، واجعل سيرتنا طيبة باقية في قلوب الناس، واجعلنا مفاتيح للخير يا رب العالمين. وفي نهاية القول، الزول اللي بيزرع المعروف بيحصد المحبة، والزول اللي بيزرع الأذية يوما ما بيحصد الندم. فاللهم زين أخلاقنا كما زينتنا خلقا، واجعل سيرتنا طيبة، واذكرنا بين عبادك بالخير يا رب العالمين، واجعلنا من الناس اللي بتجبر الخواطر وتلم القلوب وتخلي أثر جميل وين ما مشيت. وربنا يجعلنا وإياكم من أصحاب القلوب النظيفة والألسن الطيبة والأخلاق السمحة، لأن الأخلاق ما زينة في الزول بس، الأخلاق الزول نفسه. وبكده انتهى كلامي، ونرجع لروتيننا. وهنا يا جماعة زي ما شايفين خلصت خلاص من القراصة. بعد ما رميتها على طول ياهو سخنت الدمعة كان، وعلى طول هنا بوري فيكم أقول لكم شايفين القراصة طلعت كيف رهيبة. وبكده على طول ياهو خدينا الغدا كان، واتغدينا الحمد لله ولله الحمد. اللهم أدمها نعمة يا رب العالمين، واحفظها من الزوال يا رب. صراحة القراصة بالدمعة حلوة شديد، ووكلة مشبعة يعني، وحلوة حلوة حلوة شديد، بالذات لما يكون معاها بصل أبيض كده وشطة خضرة، حاجة رهيبة. هنا خلاص اتغدينا الحمد لله. وبكده حبيباتي وانتهى الفيديو. حابة أشكر متابعيني الجدد، وبقول لكم إن شاء الله قناتنا تكبر بكم أكبر وأكبر، وإن شاء الله فيديوهاتي تنال إعجابكم. وما تنسوا حبيباتي الاشتراك في القناة عشان قناتنا تكبر بكم، واللايك وكومنتاتكم الحلوة تسعدني وبتفرحني والله العظيم لما نشوفها. وشيروا القناة على قدر ما تقدروا. وبكده انتهى الفيديو، واشوفكم على خير ومع السلامة.